كوهينة السينما المصرية فيكتوريا كوهين، العجوز المتصابية البخيلة قوي، مشاهدها قصيرة وتاريخها في السينما مش كبير، لكن قدرت تسيب بصمتها، وقفت قصاد نجوم كبار واشتغلت مع مخرجين كبار. فيكتوريا كوهين مصرية يهودية من مواليد سنة 1891. في مجال المسرح اشتغلت مع نجيب الريحاني ويوسف وهبي، ومن أعمالها المسرحية المهمة اللي اتعرضت في التلفزيون بطولة فؤاد المهندس وشويكار. سنة 63 اشتغلت مسرحية أنا وهو وهي من إخراج عبد المنعم مدبولي. سنة 65 أنا فين وانت فين إخراج فؤاد المهندس. سنة 66 مسرحية أنا وهي وسمو إخراج عبد المنعم مدبولي. وطبعا اشتغلت مسرحيات تانية وما اتعرضتش. في مجال السينما بدأت من أيام السينما الصامتة، كان عمرها 32 سنة، في فيلم برسوم يبحث عن وظيفة سنة 23، وكان أول فيلم مصري قصير صامت لرائد السينما محمد بيومي. بعدها قعدت فترة ما اشتغلتش سينما، ورجعت في فيلم مع نجيب الريحاني سنة 34 اسمه حوادث كشكش بيه، النسخة الناطقة، لأن الفيلم ده اتعرض صامت سنة 31 وكان اسمه صاحب السعادة كشكش بيه. بعدها قعدت برضه فترة ما اشتغلتش، رجعت في أوائل الستينات. ومن أهم الأفلام اللي عملت فيها شغل ظهرها وقدرت الناس تاخد بالها منها، سنة 63 اشتغلت فيلم اسمه زقاق المدى للمخرج حسن الإمام. ظهرت في مشهد من أهل الحارة وهم متجمعين في أسوان للحملة الانتخابية لمرشح الفقراء إبراهيم فرحات، اللي لعب دوره الكوميديان محمد شوقي. قالت فيه جملتين في الزحمة بأدائها بس علموا. الفيلم كان بطولة شادية ويوسف شعبان. وفي نفس السنة اشتغلت فيلم رابعة العدوية مع المخرج نيازي مصطفى. الفيلم كان فيه فريد شوقي وعماد حمدي والوجه الجديد نبيل عبيد. وفي نفس السنة اللي كانت وشها حلو عليها اشتغلت فيلم النشال للمخرج محمود فريد، كان فيه فريد شوقي ومحمود المليجي. لعبت دور ام اسماعيل الشغالة، وكانت مشاهدها معظمها مع فريد شوقي. سنة 64 عملت شغل حلو في فيلم اسمه آخر شقاوة للمخرج عيسى كرامة، وعملت دور مهم في الفيلم. لعبت شخصية أم كوهين البخيلة وأتقنته بدرجة كبيرة. مين بقى اللي كان الخواجة كوهين؟ استيفان روستي. عملوا ثنائي كوهيني، وكان تالتهم ليشع ابن كوهين اللي لعب دور الطفل المعجزة أحمد فرحات، وكان ليشع أكهد منهم. الفيلم ده كان بطولة أحمد رمزي وحسن يوسف ومحمد عوض. سنة 66 اشتغلت فيلم اسمه أجازة صيف، اتصور كله في راس البر، ومن الشخصيات الرئيسية في الفيلم كان إخراج سعد عرفة، كان بطولة فريد شوقي، حسن يوسف، زكي رستم. لعبت شخصية هنومة العجوز المتصابية مرات صفوت اللي عمل دوره عدلي كاسب، وبرضه عملوا ثنائي حلو، عمل شغل في الفيلم. آخر فيلم عملته كان سنة 67 فيلم النصف الآخر للمخرج أحمد بدرخان، وكان الفيلم بطولة سميرة أحمد، عماد حمدي، أحمد رمزي، وللأسف صورته وتوفت قبل ما يتعرض في السينما. طبعا كان ليها أفلام تانية بس دول أهمهم. فيكتوريا كوهين عاشت في مصر طول حياتها ورفضت تهاجر وتسيبها في الفترة اللي اليهود هاجروا فيها. فضلت عايشة فيها لحد ما توفت يوم 9 مارس سنة 67. في مصادر بتقول سنة 66، المهم انها توفت قبل ما تشوف فيلمها الأخير اللي اتعرض في أكتوبر سنة 67. فيكتوريا كوهين اتوفت وسابت بصمتها في تاريخ السينما المصرية، الله يرحمها.